أنا في أخطر حي عائم في إفريقيا كلها ويعتبر أكبرهم. أهلا بكم ماكوكو نيجيريا. سكانها ما لقوش مكان يعيشوا فيه فبنوا بيوتهم فوق المية. في ناس هنا عاشت واتولدت بس على المية، ما شافتش الأرض. هنا الشوارع هو النهر ده، والعربيات اتحولت لمراكب، والبيوت كلها مبنية من الخشب. وخطر لدرجة إنك لازم يكون معاك حارس شخصي مسلح وإنت داخل. هنا في مجتمع كامل متكامل، خلقوا عالم بتاعهم ليه قواعده الخاصة. المهنة الأساسية هي الصيد، وفي مدارس وحضانات لكنها لا تليق بأي مستوى آدمي. The reason why they stopped was because people were dying. حتى المية اللي عايشين عليها وبيتعايشوا منها للأسف رمز الخطورة ورمز للمرض. بصوا منظرها عامل ازاي من جوه. ناس بتنزل تستحمى فيها، في نفس الوقت بيرموا فيها كل الصرف الصحي بتاع البيوت دي. جزء من العالم عمري ما كنت هصدق إنه موجود لولا إني شفته بعيني. دي كانت قصة أهل ماكوكو في نيجيريا، ولو مهتم بقصص تانية حوالين العالم شبه دي يبقى لازم تعمل فولو.